الطبق ده محدش بيستغنى عنه في البيت، وبيروح يشتروه من المحلات من بره. فليه واحنا نعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا؟ طبعا كلنا عارفين الكشري المصري والحمص والدقة والصلصة والبصل المحمر. عملته لكم بتفاصيل سهلة جدا وبسيطة. بحبكم في الله. معكم مطبخ ام رحيم للأكلات البسيطة في كل بيت مصري. هنعمل أسهل طريقة للكشري، جميلة جدا وبسيطة جدا. أول حاجة قطعت بصلاية مكعبات صغيرة، ومعلقة سمنة ومعلقة زيت، وهنحمر البصلاية يا دوبك لغاية ما تصفر زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. واللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ودي معلقة من التوم، يعني 10 فصوص من التوم كده دقيناهم كواس او فرمناهم، وننزل على البصلاية بعد ما تصفر. تاخد صدمة كده التوم بس بسيطة كده، يعني ما نحرقش التومة ولا البصلة.